بعد أداء رائع وتألق لافت في دور المجموعات، ووسط منافسة قوية ضمت منتخبات من العيار الثقيل مثل إسبانيا والبرازيل والمكسيك، نجح المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم، متصدرا للمجموعة الثالثة بكل استحقاق. الجيل الذهبي الصغير لأسود الأطلس قدم عروضا قوية جعلت الجميع يتحدث عن روح الفريق والانضباط والمهارات العالية التي ميزت اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل الكرة المغربية. وفي الدور القادم سيواجه المنتخب المغربي نظيره الكوري الجنوبي في مباراة لا تقل أهمية عن سابقتها، إذ يسعى أبناء المدرب الوطني إلى مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي جديد. المنتخب الكوري الجنوبي تأهل بدوره كأحد أفضل المنتخبات المحتلة للمركز الثالث في المجموعة الثانية، وينتظر أن تكون المواجهة متكافئة ومليئة بالإثارة والحماس. المباراة ستقام يوم الجمعة 9 من أكتوبر في تمام الساعة 12 ليلا بتوقيت المغرب، أي ليلة الخميس، في مواجهة ينتظر أن تكون مثيرة بين الكرة الآسيوية المنظمة والمهارة المغربية التي خطفت الأنظار منذ انطلاق البطولة. جماهير الكرة المغربية تنتظر هذا اللقاء بشغف كبير، على أمل أن يواصل أسود الأطلس الصغار عروضهم القوية ويهدوا للمغاربة فرحة جديدة في هذا المونديال العالمي.